السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى النهارده نعمل شويه باميه بقى باللحمه. ايه يعني حاجه، بصوا كده، يعني من اللي قلبك يحبها. انا بحب الاكله دي قوي، من الاكلات اللي بتخش القلب قوي يعني. المهم هنا انا جبت حله، حطيت فيها معلقه سمنه على معلقه زيت، وبعدين قمت نازله ببصلايه. اديت للبصلايه تشويحه كده خفيفه. تمام. وبعدين قمت نازله بالباميه بتاعتي بعد ما كنت قمعتها وغسلتها وكده. وبعدين اديت للباميه تشويحه الاول مع البصله، وبعدين نزلت بالطماطم بتاعتي، وبعدين قمت نازله بشويه ملح وشويه كمون وحبه بابريكا او شطه، يعني اللي متوفر عندك. المهم وسبتها تغلي غلوتين كده، يعني اول ما بدات تتسبك قمت نازله باللحمه بتاعتي بعد ما كنت سلقتها. تمام. وهنزل ايه يعني مع كوبايتين شوربه. وهسيب بقى ايه اللحمه والباميه يتسبكوا مع بعض كده كويس قوي عشان ياخدوا من طعم بعض. تمام. وبعدين اول ما بدات تخش في التسبيكه نزلت بمعلقه توم ومعلقه كزبره ناشفه، معلقه صغيره كزبره ناشفه، وهديها تقليبه واخليها تكمل باقي تسبيكتها. تمام. وبعد كده ايه هطفي عليها. هنا كنت بعصر نص ليمونه، هي المفروض تعصري نص ليمونه بس الليمونه كان ما فيهاش ميه كتير، فاضطريت ان انا اعصر الليمونه كلها يعني. عامه الليمون بيديها طعم جميل. المهم هنا بقى بعد ما كانت خلصت، وعملت جنبيها حبه رز بالشعريه، انما ايه، بصراحة الأكلة كانت تستاهل بقكم يعني. أنصحكم تجربوها. متنسوش تعملوا لي لايك وكومنت واشتراك لقناتي مطبخ نولي عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.